اهلا بكم متابعي قناة جرين فيرتكس. معكم احمد حسين ودرس جديد من دروس جرين فيرتكس اكاديمي. النهارده انا هتكلم عن موضوع بيهم شريحة كبيرة من الناس اللي بتشتغل فيديوهات وصور وبيعملوا بوسترات وبانرات وفيديوهات والكلام ده كله. هتكلم عن موضوع فصل الصور وفصل الكروما، بس انا هقسم الموضوع على مرتين. المرة الاولانية دلوقتي اللي هو درس فوتوشوب عادي جدا، بس في معلومات مش كتير عارفها في فصل الصور وكده. المرة التانية هتكلم عن ازاي افصل اسوأ انواع الكروما بس بشكل احترافي شوية، بحيث ان انا اداري العيوب والغي المشاكل اللي موجودة في الكرومار. ويا رب كلنا نستفيد من الفيديوهات دي. نبتدي بقى اول درس مع الفوتوشوب. بالنسبة لي انا ممكن اكون جايب اي صورة وعايز افصلها مثلا لفنان معين، هعمل بوستر، مسرحية، فيلم، فيديو، اي حاجة. بيبقى عندي الصورة هاي كواليتي زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده ببتدي ان انا افكر ازاي افصل الشعر مثلا، لان الشعر هو مشكلة، يعني بقية الجسم مفيش فيه مشكلة قد الشعر. فانا هروح جاي عامل زوم بكنترول زائد وكنترول ناقص، كنترول زائد بزوم ان، كنترول ناقص بزوم اوت. طالما الصورة هنا باك جراوند مش هقدر ان انا اتصرف فيها، فبدوس هنا دبل كليك وبخليها لاير 0 وبدوس اوكي. زمان كنا بنجيب التول او الاداة اللي هي الاريزر، تمام، اللي هو الاختصار بتاع حرف الاي، وكنت بروح جاي سوري زي ما احنا شايفين كده. كنا زمان بنعمل كده بالظبط. ادوس شيفت بقى بعد كده بالمنظر ده. فطبعا بالنسبة لي الموضوع ما كانش فصل شعر، الموضوع كان حلاقة، بنقعد نحلق بالمنظر ده. شايف انا اصلا وانا قاعد شغال عمال اشيل في كل التفاصيل بتاعة الصورة والهايش بتاع الشعر اللي هو المفروض وانا بفصل احافظ عليه. وبعد كده طبعا بروح قاصص بنفس الطريقة بقية الجسم، وبروح شايل الباقي اللون الرمادي اللي موجود في الصورة ده كده، وادوس ديليت. وبعد كده امسح الحاجات دي واقول ان انا كده فصلت. طبعا كده ده كده مش هينفع، مش تنفع الطريقة دي. الجديد بقى في الفوتوشوب بعمل بدوس هنا ضغطة طويلة، بجيب الكويك سيلكشن تول، بسلكت عليها هي نفسها، دوس هي تكة واحدة كليك، وابتدي اسحب الماوس عليها كلها بالمنظر ده. لحد ما اتأكد ان السلكشن بقى على الجسم كله. ممكن في تفاصيل ما كنتش واخد بالي منها او ما كنتش شايفها، زي هنا عندي الفرق اللي هو بين الجسم وبين الفستان. بدوس Alt عشان اشيل الجزء ده، اخد بالي من الاجزاء اللي هي مش معمولة كويس. احاول على قد ما اقدر ان انا احافظ على الشكل العام للصورة، وكل ما اكون دقيق واقدر ان انا اتحكم في التفاصيل كل ما يكون الشغل طالع معايا افضل واحسن. افضل ان انا اشتغل بالمنظر ده. تمام، انا كده عملت سيلكت للجسم كله.
هختار السلكشن ريكتانجل، تمام، واقول له ريفاين ايدج. ريفاين ايدج يعني انا بعيد صياغة الاطراف بتاع الشعر او الشيب كله على بعضه. في عندي كذا اختيار هنا، بقول له مثلا بلاك اند وايت لو انا مرتاح في بلاك اند وايت، بس هو في الغالب ما بشوفش التفاصيل انا بعمل ايه بالظبط، فبختار مثلا ايه اوفرلاي. الاحمر هو المفروض هيتفصل وبقية الجسم بلونه عادي، فبدخل كده زوم ان على الصورة وابتدي اسلكت بالمنظر ده. اللي بيحصل ان هو بيشيل اللون وبيحافظ لي على الجسم وعلى الشعر. بالمنظر اطلع فوق الموضوع بياخد وقت شوية، معلش لازم حبة صبر. كل ما تكون صبور كل ما ايه الشغل يطلع احسن. بالمنظر ده انا اخترت صورة صعبة علشان الفكرة بس توصل. نفس الشيء هنا كده. بقدر ان انا اظبط الاطراف كلها لما بلاقي في اجزاء كده باظت، بدوس الت وارجع تاني. كده كله تمام، بدوس اوكي. خلاص عمل لي سيلكت عليها كلها، بدوس كنترول جي علشان يديني لاير تاني من السيلكت اللي انا اخترته بالمنظر ده. اختار نيو لاير واحط وراها اي لون، اي لون. حتى ممكن نختار من الالوان اللي موجودة في الفستان بالمنظر ده، وادوس شيفت F5. الاقي الشعر نوعا ما موجود، تفاصيله مع الشغل طبعا والباك جراوندز والداتا اللي هتتحط في الاعلان، كل ده هيختفي وبمنتهى البساطة. هو ده درس ازاي تفصل الصور مع ازاي تحافظ على تفاصيل الصورة وازاي تكون دقيق في الفصل. شكرا، واشوفكم الدرس الجاي اللي هو فصل الكروما على الافتر افكت باذن الله. ما تنساش لو عجبك الفيديو سبسكرايب ولايك وشير، وهجاوب على اي سؤال في الكومنتات. وما تنسوش زيارة موقعنا ومتابعتنا على صفحة الفيسبوك.